السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، وحشتوني كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح النشاط والهمة. يلا بقى انت وياك تشجعوا معايا كده، وتعالوا نشوف روتين بعد اخر الليل. كانت الساعة مثلا الساعة 9 كده، وقعدنا قلت بقى يا ماما اطلع اشوف الشقة فيها ايه، ونروقها ترويقة بقى عايزين نروق ترويقة بحيث ان لما نيجي في العيد نكون الدنيا معانا هادية شوية. كان عندي كمية هدوم ما اقولكوش. بصوا، هو باين اصلا من المنظر الكرسي ده عايزة اشيله من هنا خالص، مش عارفة احطه فين بصراحة. مسكت بقى الهدوم دي طبقتها، وقوام بسرعة نطبق من هنا ونطبق من هنا. يلا بقى اشجعي انت وهي وصلتي معايا هنا في الفيديو، قولي انت وصلتي لحد فين في شقتك وروقتيها ولا لسه. خلاص فاضل كام يوم كده على رمضان. النهارده تقريبا خلاص النهارده التلات، يعني فاضل يومين والشهر الكريم يخش عليكم يا رب بالخير. ويا رب ولا فاقدين ولا مفقودين، ويجمعكم دايما بحبايبكم واهاليكم. عندي بقى هدوم مش عايزه اقول لكم، الهدوم ما بتخلص. يا دوبك انا خلصت الهدوم دي، كنت حاطه هدوم على الحبل، رحت جبتها وطبقتها. يعني يا دوبك الكرسي بصوا فضي اهو، رحت جبت هدوم تاني من على الحبل، نشرت اهو الهدوم اللي كانت موجوده طبقتها كلها وخلصتها. وبعد ما طبقتها بقى قلت امسك الانتريه دوت عشان خاطر نفرش فرش رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ونحط الفوانيس ونحط بقى الزينه كده ونشوف هنعمل ايه. قبل ما اعمل اي حاجه، لو انت وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. مسكت بقى الانتريه، الخدادات بتاعته دي انا بقالي كتير ما غسلتهاش بصراحه، تقريبا من العيد. بس عشان خاطر ما فيش استخدام كتير في الاوضه هنا، يعني على طول قعدتنا بره في الركنه مع الشاشه، فمش بنخشها كتير، يعني غير ما انا بخشها بس على النشير وخلاص. فبقى مسكت الاكياس بتاعت الانتريه دي كلها فككتها. بصوا الفرش من جوه نضيف الحمد لله، يعني مش هغسل الداخلي، هنغسل بس الخارجي اللي بره دوت. فكيت بقى كل الاكياس. اجمل حاجه في الانتريه لما تكون عندك انتريه انه يكون بسوست او حاجه تكون سهله عليك انك تفكيه وتعمليه. لكن الحاجات اللي هي تبقى اللي هي نازله دلوقتي الجاهزه دي، بيبقى معظم الفرش فيها ما بيتغيرش على طول. ممكن تغسلي الحاجه وهي موجوده زي ما هي، ده بيأثر عليها طبعا. المهم بقى خلصنا كده، مسكت الانتريه زي ما قلت لكم، بس قلت اغسل الاول الخداديات وبعدين قلت طب انا اغسل الخداديات اللي بتتحط دي من غير ما اغسل المسالم بتاعته اللي بنقعد عليها. يلا انت كمان تعالي انت وهي رايحه فين. رحت ماسكاها وفككتها هي كمان بالمره. بصوا اهو، يلا بالمره بقى كمان عشان نديها بقى فرشه نظافه كده حلوه، بس مش النهارده. الفيديو التاني ده هينزل لكم بكره، استنوه وشوفوا الجديد فيه ايه. اهو السوسته كانت مش عايزه تطلع خالص وكانت معلقه معايا. فكيتها. وانتي بقى بتغسلي كده، حطي معاكي في الغسالة، حطي كلوركس الوان بيودي الهدوم في حتة تانية بجد. يعني حطي الاريال بتاعك المسحوق بتاع الغسيل بتاعك وحطي معاه كلوركس الوان. هتحسي الهدوم بحس اللي هي بتتنفس كده، يعني بحس اللي فيها فوران كده وفيها نشاط. فكيت بقى كل المساند اللي عندي. وبعدين رحت بقى قلت كفايه كده بقى النهارده، لا رحت رايحه كمان على على الخداديات بتاعه الركنه. يلا بالمرة بقى عشان نغسلهم مع بعضنا كده، عشان نخش على رمضان ان شاء الله كده، وتكون كلها شقتنا خير وعمار، ونكون شامين ريحة النظافة في كل حتة في البيت. بصوا بصوا المخدات من تحت متبطنة ببطانة فايبر كده، مش فاهمة ليه لازمتها، بس هي محطوط فيها بطانة فايبر يعني. هفكهم كلهم. انا عندي الانتريه كرسيين وكنبتين، فالموضوع كان واخد وقت معايا شويه، لان السوسه كمان كانت معلقه. قالت والله العظيم انا مفكوكه. قلت لها على مين، لازم افكها. بصوا الاستاذ ابراهيم طبعا كان بيساعدني، وكان رايح جاي عمال يتنطط معايا في الاوضه. وبقى مسكنا كمان البنات كمان في الشارع عملوا زينه وعلقوا الزينه في رمضان، وعملنا الفانوس. يعني عملنا حبه حركات بقى كده لاستقبال شهر رمضان. هنفك الاكياس كلها، واروح واخداها بقى كلها دوره كده على على غساله. بس نعمل واحنا بنغسلهم بقى على الوش بتاعهم، ما نسيبهمش كده. والدبدوب ده كمان انا عايزه اغسله النهارده ان شاء الله. هحط الهدوم دي كلها في الغساله والمها. ورحت بقى فكيت الاكياس بتاعه الركنه. خدوا بالكم قلت لكم قبل كده، الفرو ما بيتغسلش بمسحوق اللي هو البودره ده، بيتغسل بمسحوق جل، عشان اللي هو البودره دوت بيبقع فيه، مش بحس ان هو ما بينضفش منه قوي. اي بقى مسحوق عندك جل مع كلوركس الوان اهو. بصوا في ميه دافيه بقى، وامسكي الكيس، ما تدعكيش، كانك بتعملي له زي مساج كده بس مش اكتر، عشان خاطر لو انتي دعكت الفرو، قلت لكم قبل كده الفرو غالي يا جدعان، بس بنعمله مساج بس اهو. شايفين انا ما بدعكش، انا بس بدلكه بالراحه، لان الفرو بيبقى ضعيف شويه وخفيف. فعشان ما نخسرش كتير، فعلى خلينا زي ما احنا محترمين كده اهو. مسكت بقى كل المخدات اللي عندي، انا عندي 5 مخدات. رحت بقى بالنظام اللي بقولكوا عليه ده، كانك بتدلكيه بس، رحت عاملاه كده. بصوا الرغوه، حلاوه الرغوه يا جدعان. بصوا اهو. يلا دلكيه على طول كده. ورحت بقى واخداه ورحت شايطفاه بعد كده في الحوض. وبصوا بقى ده تاني يوم، بصوا طلعت الهدوم من الغساله،
قبل ما اروح الشغل رحت حطاها على طول، كنت حطاها بالليل دورة وصحيت الصبح رحت نشراها. والفروة عندي كنت نقعاه من بالليل عشان خاطر يطلع لو في اي تساخ ولا اي حاجة، رحت نقعته من بالليل ورحت الصبح برضو سيبته يتصفى شوية كده على ما لفيت لفة في الشقة واتوضيت وصليت ورحت بقى ايه. بصوا متصفي ازاي، يا دوبك هيتنشر. واما ارجع من الشغل ان شاء الله اوريكم شكله عامل ازاي. شايفين الحلاوة؟ يلا بقى لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا متنسيش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واستنوا في فيديو تاني واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.